تواصل الآن وضربة ركنية وكرة عرضية، علي ربيع بيخلصها وضربة جزاء. ضربة جزاء ولا خطأ؟ لا لا لا، خطأ 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 خطأ. سنشاهد قرار حكم المباراة. ضربة جزاء ربما احتسبت. لمن الإنذار يا ترى؟ لمن الإنذار؟ الشوط الثاني شوط مثير، شوط أحداث. شوف اللعبة، شوف هنا حارس المرمى علي ربيع يبعدها في المرة الأولى. لم نشاهد ماذا حدث أيضا اللعبة الماضية أيضا. أبدا اللعبة الماضية ما تبين أي شيء، ولكن القرار هو ركلة جزاء. ركلة جزاء، إذا ركلة جزاء. وآخر ركلات جزاء احتسبت في لقاءات الفريقين كانت لمصلحة الشارجة في الموسم الماضي على هذا الملعب. رسول خطيب يسجل لما كانت لمسة اليد على توفيق. الآن ركلة جزاء يحتسبها حكم المباراة علي الملا، والبرازيلي أندرسون سبق وان سجل في مرمى الوحدة. الآن يحاول، نشاهد يتقدم البرازيل، يلعب لكرة الله لإنهاء العقدة المستمرة لعقد من الزمان. يسجل البرازيلي أندرسون، يواصل التسجيل، الهداف الذي لا يرحم مرة أخرى من ركلة جزاء ومرة أخرى في فريق الوحدة لتصبح النتيجة 1-1 ومن ركلات جزاء. والشوط الثاني شوط في غاية المتعة، في غاية الإثارة، في غاية الروعة. ركلة هنا وركلة هناك، هدف هنا وهدف هناك. ولسه أتكلم وأقول الأمور أصبحت مغرية بالنسبة للشارجة. وويليام جيمس يقول لا تتخلى عن إغراء بسهولة.